إمامنا السجاد هكذا كان يفعل، كان يقرأ القرآن بشيء من جمال صوته، كان يقرأ قريبا من باب الدار، الناس تقف في الزقاق، أهل المدينة يقفون صفوفا أمام داره حين يبدأ يقرأ السجاد، تعطل الناس كل شيء من مشاغلها كي تستمع للسجاد وهو يقرأ القرآن، مع أنه ما كان يظهر من جمال صوته شيئا، لأن الأئمة تعاملوا معنا وفقا لعقولنا ولم يتعاملوا معنا وفقا لعقولهم، ما أخرجوه لنا من قدراتهم وفقا للواقع الذي كانوا يعيشون فيه. القدرات الحقيقية لم يظهر منها ولا واحد بالتريليون، وهذا التقدير تقدير فاشل وباطل وعاطل، لكنني ماذا أصنع؟ هذه هي اللغة، وهذا هو القصور وهذا التقصير.